مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من برنامج المحاور. تواردت الأنباء عن وصول الحوار الكردي إلى طريق مسدود في ظل نفي لطرفين المحاورين. في ظل هذه الظروف توردت الأنباء عن استئناف الحوار الكردي. ترى ما هو مستقبل الحوار الكردي وما هي الصعوبات التي يواجهها هذا الحوار، وكيف ستؤثر زيارة جبهة الحرية والسلام لتركيا على هذه الحوارات؟ سنناقش هذه المواضيع في حلقتنا لهذا اليوم، ولكن البداية مع هذا التقرير. يخوض أحزاب المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية مباحثات شاقة منذ شهر نيسان إبريل بهدف التوصل إلى اتفاق حول إدارة المنطقة. فبالرغم من مرور 8 أشهر على انطلاق الحوار برعاية أمريكية فرنسية، إلا أن النتائج التي تحققت لا زالت محدودة في ظل توارد أنباء عن وصول المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود، وهذا ما تم نفيه من قبل المفاوضين، وعزو توقف المفاوضات إلى عدم وصول ممثل الخارجية الأمريكية الراعية للمفاوضات وزيارة المجلس الوطني لجنوب كردستان. وفي هذه الأثناء التي تتوارد فيها الأنباء عن استئناف الحوار، تأتي زيارة وفد جبهة الحرية والسلام الذي يعتبر المجلس الوطني الكردي جزءا منه إلى تركيا. في ظل هذه المعطيات، ما هو مستقبل الحوار الكردي وكيف ستؤثر زيارة وفد جبهة الحرية والسلام لتركيا على الحوار الكردي؟ مجددا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وارحب بضيفي في الاستديو السيد عبد الغني عمر، مسؤول العلاقات الدبلوماسية لحركة التجديد الكردستاني. مرحبا بك سيد عمر. مرحبا بك، مساء الخير. سيد عمر، كما رأينا في التقرير أيضا الحوار الكردي استمر لمدة 8 أشهر. هذا الحوار بالرغم من استمراره ل8 أشهر لم يصل إلى نتائج تذكر على أرض الواقع، إنما هي مجرد تصاريح ومجرد اتفاقات على الورق. ولكن الأنباء التي تواردت في نهاية المطاف قبل الحديث عن استئناف المفاوضات أو الحوارات الكردية بأن الحوارات وصلت إلى طريق مسدود ولم يعد هناك حوارات كردية وفشل الحوار الكردي. ولكن في الآونة الأخيرة بدأت هناك تواردت أنباء عن استئناف الحوار الكردي مجددا. طبعا كما رأينا في التقرير أيضا عزو أسباب توقف الحوار الكردي على غياب مسؤول العلاقات الخارجية الأمريكية الذي يشرف على الحوارات، وأيضا زيارة المجلس الوطني الكردي لجنوب كردستان. في ظل هذه الظروف والمعطيات التي تمر بها الحوار الكردي، كيف نقيم مستقبل هذا الحوار برأيكم؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناة رجاء. بداية يشرفني أن أذكر وأترحم على شهداء أطفال سينما عمودة في الذكرى السنوية 60 لمجزرة سينما وحريق سينما عمودة، متمنيا أن يصبح هذا النار الذي أحرق أجساد هؤلاء الأطفال نورا نهتدي به نحن الكرد، وشمعة تنير ظلامنا والظلام الذي يقيم على هذا الحوار وعلى هذه المفاوضات. الحوار الكردي حقيقة تواردت أنباء على الإعلام وفي الشارع الكردي عن وصولها إلى طريق مسدود، لكن في الحقيقة الحوار لم يتوقف وليس هناك أي إنهاء لهذه المفاوضات، ولم يعلن أي طرف عن فشل هذه المفاوضات أو إنهائها. هذه المفاوضات توقفت نتيجة غياب، كما أشرت أنت والتقرير، غياب ممثل وزارة الخارجية الأمريكية زهرة بيلي، فهي انتهت مهامها في سوريا وعادت إلى أمريكا، وكلنا نعلم أن أمريكا كانت تشارك في الانتخابات العملية الانتخابية. هذا التوقف نستطيع أن نسميها هي الاستراحة بين الشوطين. نحن انتهينا من شوط الرؤية السياسية والمرجعية الكردية، والآن أمامنا هي الإدارة الذاتية، كيفية الانضمام للإدارة الذاتية والحماية والأمن. غياب ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية زهرة بيلي وعدم تكليف شخص آخر إلى
إلا منذ يومين أو ثلاثة. باعتقادي تم تكليف شخص آخر هو سفير أحد الدول هو سفير أمريكا في أحد الدول العربية بتكليفه بمهام داخل يعني شمال شرق سوريا. باعتقادي أن الأيام المقبلة أو الأسبوع القادم ربما نشهد استئناف لهذا الحوار، وليس هناك أي توقف أو إنهاء لهذه الحوارات. ما سبب هذا التضخيم الإعلامي الذي كان يعلن دائما وصول الحوار الكردي إلى طريق المسدود وفشل المفاوضات، وأيضا لم يعد هناك أي حوار كردي، وهناك أيضا بعض الوسائل الإعلامية تحدثت عن أسباب التوقف وأعطوا الثقل الكبير لهذا الخبر. ما سبب هذا التضخيم الإعلامي لهذه القضية أو الحوار الكردي بتوقفه؟ حقيقة نحن كنا متفقين منذ البداية شهر حزيران المنصرم على عدم إعطاء أي تصاريح للإعلام بما يخص تفاصيل اللقاءات، وهذا كان لحماية يعني لاستمرارية الحوار وعدم الخوض في التفاصيل أمام عامة الشعب أو الإعلام. الذي جرى يعني هذه الفترة التي توقفت فيها وغياب الممثل الخارجية الأمريكية وزيارة يعني وفد مجلس إلى إقليم كردستان كما العادة، يعني بعد كل حوار لهم زيارة إلى إقليم كردستان. تكهن الشعب بوجود خلافات، والسبب كان هو أن لجان المفاوضات ربما لم يصدروا بأي تصريحات للإعلام لجنة المفاوضات. أما الذي يجري هناك يعني قياديين من المجلس يعني هم ليسوا في لجنة المفاوضات، هم الذي يعني قاموا بإصدار تصريحات للإعلام على إيجاد شروط ولاءات المجلس الوطني، وأن المفاوضات يعني الحوار توقف، ولأن أحزاب الوحدة الوطنية الكردية لم تستجب يعني لبعض متطلباتهم. كل هذا حقيقة لم يتفوه بها أحد، وليس هناك أي شروط لأي جلسة حوار حتى الآن. ليس هناك أي شروط. المعروف لدينا أنه من نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 قام جنرال مظلوم عبده قائد قوات سوريا الديمقراطية بجهود مركبة في التوسط بين الطرفين لإزالة الثغرات وتقليص الفجوة بين الطرفين، التوسط حول نقاط الخلافية بينهم، مما توصلنا إلى 4 نقاط خلافية يمكن مناقشتها، وهي كما أشرنا الرؤية السياسية والمرجعية الكردية العليا والإدارة الذاتية والحماية والأمن. ليست هناك أي شروط. نرى يعني يوميا تقريبا تصريحات من هنا وهناك، من اسطنبول ومن باريس ومن هولير، يعني تقييم هذه الحوار. والسبب كان هو يعني اصدار يعني اعلامي او تدخل اعلامي في وسط الحوارات هو كان السبب في هذا يعني الهوبره التي صارت في الشارع. نعم سيد عبد الغني، الحوارات الكردية بدأت واستمرت لمدة 8 أشهر قبل توقفها. لماذا هذه الإطالة في هذه الحوارات؟ هل يستحق الأمر أن تطول المفاوضات 8 أشهر بدون أن يصلوا إلى نتائج نهائية حتى، بل يصلوا إلى نقطة أو نقطتين ويؤجلوا النقاط الأخرى لفترة أخرى ويتم النقاش عليها 8 أو 9 أشهر؟ هل يتحمل الوضع الكردي في روجافا وفي شمال وشرق سوريا هذه المماطلة في الحوارات الكردية؟ حقيقة الحوار طال أمده وربما يطول أكثر نتيجة يجب علينا الاعتراف بالتدخلات الخارجية والإقليمية في هذا الحوار. الشيء الثاني، نحن كما أشرت نحن بحاجة إلى سرعة في إنجاز هذا الحوار لنتمكن من كسب قوة نفاوض في الأطراف المتناحرة أو الأطراف المتداخلة في سوريا. أما ما يجري حقيقة أننا نختلف في التعاطي مع القضية الكردية والقضية السورية. المجلس يتعاطى مع القضية الكردية في الانخراط ضمن صفوف الائتلاف السوري. نعم. يرى في انخراطه في الائتلاف إيجاد حل للمشكلة السورية عامة، ثم إيجاد حل للقضية الكردية بالاتفاق مع أطراف المعارضة في يعني عند إسقاط النظام الرئيس السوري واستلام المعارضة الحكم. نحن وجهة نظرنا تختلف كثيرا عنها، يعني عن وجهة نظر المجلس. نحن أمامنا عدة تجارب ليست ببعيدة عنا. تجربة إقليم كردستان
إقليم كردستان كانت مركزا للمعارضة العراقية قبل سقوط نظام صدام. نعم. وكانوا متفقين تماما على كل ما يخص القضية الكردية والكرد في كردستان العراق. ولكن عند استلام المعارضة زمام الحكم في العراق المادة 140 على سبيل المثال كانت المادة الوحيدة المتفق عليها والعالقة، وكانوا متفقين على حلها وتطبيقها حين استلام المعارضة الحكم. نعم. 17 سنة مرت دون تطبيق ولو جزء من المادة 140، والمادة 140 أصبحت في كتم النسيان. هذه تجربة أمام عيننا وقريبة لا نزال نعيشها. نعم. نحن نرى أننا مقومات القوة التي أنجزناها على الأرض خلال الأعوام التي مضت، 10 الأعوام أو 8 الأعوام أو 5 أعوام من تشكيل الإدارة الذاتية، هي مقومات قوة لنا ورأس مال لنا. نحن نحاور فيها ونفاوض فيها أي طرف كان، جميع الأطراف. هذه المقومات هي رأس مال لنا، نستطيع أن نفاوض فيها بجدارة وبقوة. هم كما أشرت ينظرون إلى الموضوع أنه موضوع يحل عبر أطراف المعارضة. وفي دمشق بعد استلام المعارضة الحكم نحن حقيقة نختلف مع هذه الرؤية، ونرى أننا على الأرض لدينا مقومات قوة من تشكيلات عسكرية وقوات عسكرية وجيش يحمي دستور فيما نتفق عليه فيما بعد، وإدارات ذاتية وإدارات اقتصادية وصحية وتربية. كل هذه مقومات قوة نعتمد عليها في مفاوضاتنا والاعتراف بالقضية الكردية كقضية عادلة، كقضية شعب على أرضه التاريخية والجغرافية. نعم. هذه النقطة الأساسية التي تختلفون عليها. أنتم تتحدثون من منطق قوة وكطرف أساسي في الصراع السوري تحاولون أن تفرضوا وجهة نظركم على سواء كانت المعارضة أو النظام، وتثبتون حقوقهم عبر المفاوضات كطرفا لطرف، غير المجلس الوطني الذي يحاول عن طريق المعارضة أو ما تسمى بالمعارضة بعد استلامها الحكم أن تثبت حقوقها. هذه النقطة الأولى. هل هناك نقاط أخرى خلافية بينكم وبين المجلس الوطني تعرقل سير الحوارات الكردية؟ النقاط الخلافية في منتصف الشهر التاسع كان آخر لقاء. كان النقاش بعد أن تجاوزنا المرجعية، تشكيل المرجعية واتفقنا عليها والرؤية السياسية. كان الموضوع موضوع كيفية الانضمام للإدارة. كنا اتفقنا على انضمام المجلس إلى الإدارة عن طريق الانتخابات، واتفقنا على هذه النقطة. ولكن هناك بعض الأمور الخلافية ظهرت. بطبيعة الحال نحن نتحاور لأننا كنا على اختلاف. هذه الخلافات شيء طبيعي، نحن في كل جلسة كانت لدينا خلافات، ولكن أستطيع القول بأن الجهود التي تبذلها الخارجية الأمريكية وجنرال مظلوم عبده جهود جبارة تعمل على إيجاد حل مناسب ووسط للطرفين للاتفاق. فهذه المشاكل التي خرجت على الساحة هي أو تتعلق بما بالمدارس والمنهاج إدارة ذاتية بالتجنيد الإجباري. هي خلافات عادية باعتقادي، لأن هذه الخلافات يمكن حلها في الجلسة وليس على الإعلام، وليس إظهارها للشارع وللعالم وللشعب بأننا نختلف لكسب مشاعر الشعب. نعم. باعتقادي هذه الامور هي كانت خلافيه. نعم. اودك ان تركز لي على نقطه الانتخابات، مشاركه المجلس الوطني في الإدارة الذاتية عن طريق الانتخابات. هل اتفقتم على هذه النقطة أن يتم مشاركة المجلس الوطني في الإدارة الذاتية عن طريق فتح باب الانتخابات ويتم مشاركتهم في الإدارة الذاتية، أم اتفقتم على نقاط أخرى هل وافق المجلس الوطني على هذه النقطة أم لا؟ الصيغة التي اتفقنا عليها كيفية انضمام المجلس إلى الإدارة الذاتية والمشاركة في الإدارة الذاتية. نحن قلنا ونقولها دائما، الإدارة الذاتية هي ليس ملك للكرد فقط، هي إدارة ذاتية لكل مكونات المنطقة. ونحن نعتز بهذا الإنجاز أننا استطعنا أن نلم كل هذه المكونات وتشكيل قمنا بتشكيل هذه الإدارة. فالإدارة الذاتية هي ملك لكل مكونات المنطقة. تحاورنا مع طرف المجلس بأننا ليس من صلاحياتنا تقسيم الإدارة بيننا وبينكم، وكأن ليس هناك مكونات أخرى. نستطيع أن نقاسمكم ما هي من مخصصاتنا في الإدارة الذاتية، أحزاب الوحدة الوطنية. المجلس لم يكن لديه مشكلة في هذا، وقالوا لنا أننا نحتاج إلى وقت
نحتاج إلى وقت لكي تهيئ لنا الأرضية للانتخابات، ونحن منذ يعني سنوات لم نعمل يعني لم نقم بالعمل السياسي على الأرض. هم طلبوا مدة، قالوا 9 أشهر أو سنة. قلنا لك يعني اللجنة المفاوضة يعني قالوا لهم يعني أنتم أحرار، متى ترغبون في الانتخابات نحن جاهزين. سندخل في الانتخابات كأحزاب وحدة وطنية، كمجلس وطني كردي، وجميع المكونات. الطرف الذي يحصل على أصوات أعلى هو الذي يقوم بتشكيل الحكومة كما سائر الدول العالم. فليس يعني كان يعني لم تكن هناك أي مشكلة في هذا الحل، واتفقنا على هذه النقطة. ثم بعد ذلك عادوا بعد يعني اتفقنا على هذه النقطة، ثم عادوا مرة أخرى وقالوا لا نريد أن نبقى متفرجين لمدة عام كامل حتى نخوض يعني الانتخابات. يجب إشراكنا في الإدارة يعني نمارس الإدارة معكم، نتعلم كيف تديرون يعني أسلوب الإدارة لديكم. فاتفقنا معهم على تخصيص نصف مقاعد المجال يعني أحزاب الوحدة الوطنية الكردية مناصفة بيننا وبينهم، فقط أحزاب يعني مقاعد أحزاب الوحدة الوطنية الكردية ضمن الإدارة الذاتية، واتفقنا على هذه النقطة. نعم، هناك مسائل أخرى أصبحت خلافية بينكم وبين المجلس الوطني الكردي، ألا وهي مسألة التعليم في مناطق الإدارة الذاتية. هناك بعض المعلومات تحدثت عن رفض المجلس الوطني للتدريس باللغة الكردية ورفض منهاج الإدارة الذاتية الديمقراطية. ما صحة هذه المعلومات، وما هو الأساس أو هو الأصح في النقاشات التي دارت بين أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني في هذا البند المختص بالتعليم؟ حقيقة المجلس طلب منا بالعودة إلى منهاج النظام لعام 2010، وقال أن من نظام يعني منهاج الإدارة على يعني بحجة غير معترف وغير آهل، ولا تعمل يعني لا تحمل معلومات تؤهل أجيالنا مستقبل لبناء الوطن. هنا يعني هذا الخلاف كان في آخر جلسة، ويعني ذهبت زهرة بيلي يعني أنهت مهامها هنا، لذلك لم نتحاور مرة أخرى، يعني لم تكن هناك جلسة أخرى بعد هذه الجلسة. فالفراغ الذي حصل في هذه الفترة خروج هذه الخلافات على الإعلام. موضوع المنهاج نحن كمبدأ أساسي عندنا يعني 9 سنوات من عمر الثورة السورية نحن عملنا كما أشرت في البداية على إيجاد مقومات قوى لنا. لا يمكن لنا يعني من غير المقبول أن نكون حتى الآن. هل كان المجلس أو كان الشعب سيرضى نحن في عام 2020 بعد مرور 10 سنوات من عمر الثورة أن تدرس في دربسبية وشلاغا وقركيلة مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي وحركة تصحيحية؟ ألم يكن عارا لنا؟ ألم كانوا سيعيبوننا فيها كما عيبونا بالكثير من الأمور؟ في بداية الأحداث تتذكرون تشكيل وحدات حماية الشعب كان الأولوية لأبناء المنطقة من هم خانتهم من المنطقة. فكنا دائما يعني نتلاقى في أي اجتماع أو أي مكان يقولون أن المكون الفلاني المكونات الفلانية تلعب كرة القدم وشبابنا يستشهدون في تلحميس وفي شدادهم. عندما تغير القرار وانضمت جميع مكونات إلى وحدات حماية الشعب والقيام بالواجب يعني الذاتي، أيضا يعني تعرضنا لانتقادات كيف تشاركون المكونات معكم. إذن نحن نسير في طريقنا والقطار يمشي. المجلس حقيقة لا يستفيد من تجاربه. في عام 2012 اختلف على عدة يعني نسبة بسيطة جدا في تشكيل المجلس، وفي عام 2013-14 تشكيل الهيئة الكردية العليا مناصفة قبل فيها مناصفة. هو لم يكن يرضى بنسبة 1 أو 2 مقعد يعني في تشكيل مجلس الوطن في يعني الشهر 11 من عام 2012. والآن يعني الأمور تتغير بقصدي، القطار يمشي والأمور تتغير على الأرض، الإدارات تشكلت، القوى العسكرية تشكلت، كل هذه التغييرات يأتي المجلس الآن لينضم إلى الإدارة بالشروط يعني بتفكيره أو بوجهة نظره، لا نقول شروط. حقيقة أنا أؤكد هنا صدرت في بعض التصريحات الإعلامية من قيادي المجلس أن لدينا شروط ولاءات المجلس الوطني، اللاءات ال5.
نحن لن نقبل بشروط أحد وليس لدينا شروط، لا نحن ولا هم حتى الآن ليس لدينا شروط. أما ما أستطيع قوله عندما لم يكن هناك شروط وهم يتحدثون عن شروط فهي نقاط ضعف لديهم. هناك مواضيع أشاروا إليها بلاءات المجلس الوطني هي حقيقة لم يتفوه بها أحد حتى الآن ضمن يعني جلسات الحوار، مثلا موضوع فك الارتباط بحزب العمال الكردستاني. هذا الموضوع لكن هذه المواضيع تطرح في الشارع للتلاعب بمشاعر المواطنين، لإيجاد ذريعة للمواطنين بأن تركيا سوف تحاربنا أو تهجمنا أو تغزو علينا لأن عناصر حزب العمال الكردستاني موجود. طيب لو افترضنا ما هي معايير فك الارتباط، من يحدد معايير فك الارتباط؟ أنا كسي يعني المجلس سوف يحدد معايير فك الارتباط أم تركيا؟ إذا قلنا تركيا سوف تحدد معايير فك الارتباط، طبعا هذا الموضوع أنا أقولها صراحة لم يتفوه بها أحد، لم تكن نقطة للنقاش أبدا، ولكن صدرت الإعلام وجميعنا من أطراف المجلس الوطني أننا لدينا شروط مسبقة وسوف يعني لن يعني نحاور بدون هذه الشروط. هذه الشروط يعني على الأرض لم تناقش أبدا. فلو أعود يعني على معايير فك الارتباط، إذا تركيا هي التي سوف تقيم هل نحن يعني فك ارتباط مع الحزب العمال الكردستاني، تركيا هي التي سوف تقيم هذا، فوجود أي كردي يحمل شعور قومي كردي فهو إرهابي في نظر تركيا. أما عندما يقوم المجلس بتقييم هذا الوضع وفك الارتباط بوجود كوادر لحزب العمال الكردستاني، هؤلاء الكوادر كانوا كرد سوريون، كانت لديهم نزعة ثورية وطنية قومية، ذهبوا إلى الجبال 10 15 20 سنة وتدربوا لأجل يعني كانوا مشروع الشهادة أصلا. هم كانوا يعرفون أنهم لن يستشهدوا وسيبقون لليوم. عندما حصلت الأزمة في سوريا نحن كنا بأمس الحاجة لشخص واحد يحمينا ويكون له يعني خبرة قتالية وخبرة سياسية في الإدارة وفي هؤلاء الشبان عادوا، ويعني نحن كنا بأمس الحاجة إليهم وهم عادوا ويعني شاركوا معنا في حمايتنا وأمننا وإدارتنا. لو افترضنا هؤلاء حزب العمال الكردستاني وهم أكراد سوريون وجاءوا إلى هنا لحماية مشروعهم يعني المشروع السياسي الكردي في سوريا، لا أعرف عدد بشمركة روجافا ولكن ولنفرض آلاف البشمركة، هؤلاء ليسوا كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ أليس لديه تمر 7 سنوات أو 8 سنوات على تدريبهم على أيادي عناصر كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ هم ليسوا جزءا من وزارة الدفاع وليسوا جزءا من وزارة البشمركة. يعني وزير الدفاع الإقليم جبار الياور صراحة هذا بتصريح واضح وصريح، هؤلاء ليسوا جزءا من وزارة الدفاع البيشمركة، هؤلاء تدربوا على أيادي يد عناصر يعني كوادر حزب الديمقراطي الكردستاني. هل نستطيع أن نقول هؤلاء الكوادر هم كوادر حزب الديمقراطي الكردستاني لن نقبل بهم؟ نحن نختلف في هذه الآلية. يعني تطرقنا إلى الموضوع البيشمركة، نقول البيشمركة هم أكراد سوريون ومن حقهم يعني حماية أمن بلدهم ومدنهم وأهلهم، ولكن نحن من تجاربنا تجربة إقليم كردستان في عام 1996 الخلاف الذي حصل بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كان هناك يعني 2800 شهيد بين الديمقراطية والاتحاد. نحن لا نريد أن نصل إلى هذه المستوى وهذا المنطق بأن يقتل الأخ أخيه. نعم. فلذلك معايير فك الارتباط كما قلت هي هذا الموضوع لم يفتح في الحوار، لم يتم النقاش عليه بينكم وبين المجلس الوطني نهائيا، ولكن سمعنا على الإعلام يقولون المدارس والمنهاج. المنهاج الكردي يعني المنهاج ليس منهاج كردي، منهاج الإدارة الذاتية، كل يدرس بلغته. يعني أنا لدي نقطة، المجلس بأسلوب انضمامه إلى الحوار كان أسلوب عنجهي حقيقة. لو أن المجلس كان لديه حسن نية وكان لديه فعلا رغبة في التوصل لحوار كردي جاد وتشكيل مرجعية كردية في أول حوار بكلمة واحدة للإدارة الذاتية أو للجنة يعني المتحاورة، نحن نشكركم، نحن مدينون لكم، لديكم كثير من الإيجابيات، قمتم من جهة الحماية والأمن والإدارة والخدمات، ولكن لدينا انتقادات كثيرة تجاهكم، سوف نعمل معا لإزالة هذه المشاكل وتقليص هذه الفجوات، ولدينا لائحة هذه هي لائحة بالمشاكل التي تعاني منها شعبنا في شمال شرق سوريا أو في روجافا.
هذه هي المشاكل وهذه هي الحلول التي نراها نحن. أليس كان من السهل جدا أن نصل إلى نتيجة خلال يوم واحد أو يومين؟ أما أن آلية وكيفية انضمامهم إلى الحوار وكأننا كنا نستنجد بهم ليأتوا وينضموا إلى صفوفنا لأننا نحن أمام غزو. هذا أيضا أريد التوقف عليه. الكثير من أبناء الشعب يظن أن الحوار الكردي إذا فشل سوف نكون أمام غزو تركي لا محالة له، وكأن أردوغان ينتظرنا في أنقرة يقول إذا اتفقتم فأنا مرتاح، انسحبوا من مناطق فأنا مرتاح وسأنسحب، وإذا لم تتفقوا فأنا سأغزو شمال شرق سوريا أو سأغزو رجاء. الأمور ليست بهذا الشكل. أردوغان وتركيا هي الدولة الوحيدة مع النظام السوري الذين يعني وقفوا ضد الحوار الكردي. نعم. روسيا حتى الآن لم يصدر منها أي موقف تجاه هذا الحوار، موقف يعني سلبي. إيران رغم معرفتنا بأنها تفكر كما النظام السوري ولكن ليست يعني لديها أي تحفظ على هذا الموضوع. الوحيدين هم تركيا والنظام السوري. النظام السوري نحن ليست لديهم أي شيء، يعني نحن أرسلنا عشرات الرسائل وجلسنا معهم عدة مرات في حميمين برعاية روسية إيجاد حل مناسب لقضية شمال شرق سوريا، للقضية الكردية. حتى الآن هم غير جاهزون. فهذه المواضيع باعتقادي أنه يعني ربط الحوار بغزو تركيا ليس لها علاقة أبدا. نحن نقول نتحاور، نصل إلى مرجعية كردية لنكون قوة فاعلة. هذا الحوار يكون أساسا لحوارات أخرى مع أطراف أخرى. هذا الحوار عندما يكون الصف الكردي موحدا وأهدافه محددة، يعني نستطيع الحضور في المحافل الدولية بأهداف معينة، نستطيع أن نفاوض جميع الأطراف بقوة. أمريكا تريد بذلك، يعني أمريكا وفرنسا وبريطانيا لهما رغبة في أن يكون الصف الكردي موحدا. أمريكا رغبتها في توحيد الصف الكردي، أن يعني البقاء في سوريا على فترة أطول، وموطأ يعني تمتين موطأ قدمها في شمال شرق سوريا عندما تكون جميع الأطراف. نحن يعني حقيقة في الإدارة الذاتية رغبتنا هي إشراك جميع المكونات وجميع الأطراف والتيارات في الإدارة الذاتية لنعمل على يعني تطوير الإدارة. نحن بحاجة إلى تطوير الإدارة. أنا أعترف وأرى الكثير من الخلافات والمشاكل، من فساد، من يعني تجاوزات، محسوبيات، لنعمل معا على تطوير الإدارة. نعم. هكذا هي عفوا كان يعني النقاش حول المدارس. منهاجنا أنا لدي مثلا ملاحظات مستوى المعلمين في المدارس ليست مستوى مطلوب لتدريس الأطفال أو لتخرج أجيال. الحل هو إما أن يعني نجري لهم اختبارات أخرى، من يتجاوز الاختبار ينجح ومن لا يتجاوز الاختبار سوف لن يدرس، أو نقوم بتأهيلهم مرة أخرى. يعني هناك الكثير من الحلول. فبقصدي موضوع المدارس أصبحت مشكلة، وأن التدريس ومنهاج الكردي غير معترف وإلى ما هنالك. يجب علينا أن نعلم أن كل ما يجري في شمال شرق سوريا وكل ما يجري في سوريا هو سياسي. نحن يعني طلابنا وصلوا إلى الصف الثاني عشر هذا العام. نحن منجبرين أن يكون كل شيء هي عبارة عن مقومات قوة لنا. عندما يكون طلابنا يعني دارسين باللغة الكردية أو باللغة العربية أو منهاج الإدارة الذاتية، ولدينا قوات عسكرية مؤمنة بفكرة الفيدرالية، يعني نحن نعم مشروعنا السياسي كامل متكامل من مقومات قوة يعني توسيعه في كامل سوريا ليكون سوريا لا مركزية. أما أن أنتظر المعارضة ليستلم زمام الحكم في دمشق وأنتظر منه أن يقر بالفيدرالية أو بالحكم الذاتي أو بالحكم الفيدرالي، أعتقد هذا يعني امتلاك السمكة في بحر. نعم. سيد عبد الغني، بالحديث عن المدارس، هل اقترح المجلس الوطني أن يتم تدريس منهاج اليونيسف في المدارس التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا؟ منهاج اليونيسف حقيقة نحن أيضا يعني باعتقادي وحسب معلوماتي من وزارة التربية، نحن ليست لدينا إمكانات أو يونيسف لن تتعامل معنا كوننا ليس لدينا اعتراف سياسي. فالمجلس كان طلبه بالعودة إلى منهاج النظام لعام 2010. نعم. يعني العودة إلى المنهاج القديم. دون أي تغيير، بقاء المنهاج نفسه والنظام التدريسي نفسه.
هل إذا أزلنا مادة القومية من المنهاج سوف يعترف النظام بشهادات المعترفة مثلا؟ التاريخ الوطن العربي وجغرافيا الوطن العربي، هل سيقبل النظام بالاعتراف بهذه الشهادة؟ هل أساتذة النظام سوف يكونون على نفس الوتيرة في مناطق ديريك وكوباني بهذا التدريس، وعلى أن يعني المفهوم السائد للشعب وكأن الشعب كله يريد أن يرى في أطفاله أنهم دكاترة وسوف يكون بعثات أجنبية. نعم. هذه أعتقد يعني مبالغ فيه. نعم. نحن نرى في أطفالنا، أنا قلت أشرت، نحن جزء من يعني سياسة تمارس هذه السياسة. نحن لم نقل للأطفال يعني لم نقبل أن يبقى الأطفال بدون دراسة. نحن منهاجنا حقيقة حسب رأي الأكاديميين وبعض المدرسين المنهاج كافي ووافي. ربما هناك مشاكل كما قلت، عدم وجود إمكانيات هائلة لدى المدرسين في إعطاء مزيد من المعلومات. هناك المجلس بهذا يعني بطرح وجهة نظر هذه ليس الآن، منذ عام 2014 للآن يعني يعمل على يعني انشقاق ضمن المجتمع. فموضوع عدم الاعتراف وموضوع المنهاج غير كافي وموضوع الأيديولوجيا وموضوع يعني بإمكان المجلس أن يكون لها خبراء فيأتي يعني لدراسة المنهاج. لدينا بعض الملاحظات على المنهاج نقوم بحلها، لدينا بعض الملاحظات على الأساتذة نقوم بحلها، لدينا بعض الملاحظات عندما نكتسب الاعتراف السياسي. بطبيعة الحال سوف تكون هذه الشهادات سواء كانت في دمشق أو من طرف اليونسكو واليونيسف يعني معترفين فيها. نعم. سيد عبد الغني، هل المجلس الوطني فقط يطرح الشروط أم هناك أحزاب الوحدة الوطنية لديها شروط أيضا في هذه الحوارات، أو لديها مقترحات لتطوير الإدارة الذاتية أو تطوير الحوار بينها وبين المجلس الوطني؟ هل المجلس الوطني فقط هو يستلم زمام الشروط وفرض الشروط لاستمرار الحوار أم لديكم أيضا شروط؟ صدق حتى الآن لم نطلب منهم مغادرة الائتلاف. الائتلاف قبل 10 أيام خرجوا في سريكانية يعني يلبسون الزي داعش ويرفعون علم داعش ويقطعون الرؤوس وفي عفرين وطلائبات. حتى الآن لم نطلب منهم الانسحاب من الائتلاف. ليس لدينا شروط. نحن نقول إن المقومات الموجودة على الأرض مرتكزات أساسية لا يمكن التخلي عنها. ليس وجهة نظرنا فقط، حتى وجهة نظر الأمريكية. الإدارات حتى الأمريكيين قالوا هذه الإدارات نحن لا نستغني عنها. يعني ربما لو كان يعني بوجهة نظر المجلس كانوا يريدون منذ البداية يعني إزالة يعني الإدارة وهدم الإدارة وبناء إدارة جديدة ليكونوا من المؤسسين. طبعا حتى الطرف الأمريكي لم يكن موافق على هذا. كون الإدارات موجودة، نحن لدينا مشاكل، لدينا يعني قلة خبرة. قبل فترة كان هناك وفد فرنسي، طلبنا منهم يعني مثلا اتباع دورات لنا، دورات لبعض المؤهلين والشهادات في روجافا وفي شمال شرق سوريا لتعليم الإدارة. ليس عيبا، نحن ليس لدينا تجربة سابقة في مجال إدارة المجتمع وإدارة الدولة. أن يكون هنا خبراء فرنسيين، بريطانيين، أمريكيين يعني يتبعون دورات لبعض المؤهلات في شمال شرق سوريا بتعليم الإدارة، بتعليم الصحة، بتعليم المدارس والإدارات يعني التربية. ما المشكلة؟ يعني جميع المرتكزات الموجودة لديها نواقص وفيها مشاكل، ولكن نستطيع حلها وتطويرها. نعم. سيد عبد الغني، الحوار الكردي سيستأنف حواراته بين أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي من جديد وفي فترة قريبة حسب قولك أيضا وقول غيرك بأن الحوار سيبدأ من جديد. في الجولة الأولى من الحوارات الكردية تم استبعاد، وأقول كلمة استبعاد بين قوسين، حسب قول سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا السيد محي الدين الشيخ علي، بأنهم استبعدوا من الحوارات الكردية. الآن سيستأنف هذه الحوارات. ما هو مستقبل هذه الحوارات، أو هل سيشارك في هذه الحوارات حزبي الوحدة والتقدمي، أم
يبقون خارجا؟ وما مستقبل الحوارات إذا بقي طرفان يعتبران طرفين كبيرين وقويين أيضا في الحركة الكردية منذ بدايتها؟ هل سيؤثر استبعادهما على الحوارات أم يجب مشاركتهما، وما آلية مشاركتهما؟ في هذا الموضوع باعتقادي أن الوحدة، حزب الوحدة مكانه الأصلي ضمن أحزاب الوحدة الوطنية، كونه مشارك في المجلس التنفيذي والمجلس التشريعي، وهو جزء من الإدارة، وحتى مشارك في مجلس سوريا الديمقراطي مسد. يعني مكانه الطبيعي أحزاب الوحدة الوطنية. ونحن قلنا مرارا وتكرارا، وقلناها حتى للحزب التقدمي وللوحدة: إن أردتم أن تنضموا إلى صفوف الأحزاب الوحدة الوطنية فأهلا بكم، وإن أردتم أن تكونون نحن نعلم بأن المرجعية هي 10% حر التصرف. هذه الأحزاب تكون حر في من تختار لهذه 10%. إن أردتم أن تختاروا 10%، فالمشكلة بقناعتي طبعا التقدم والوحدة يحاولون أن يكون الطرف الثالث. يعني نحن لسنا بوارد أن يكون هناك الطرف الثالث، نحن الطرفين كما أشرت منذ البداية لدينا 8 أشهر ونحن لازلنا في الشوط الأول. الطرف الثالث في الموضوع أعتقد صعب جدا في هذا الوقت. بإمكان الأخوة، كما أنت أشرت، أحزاب عريقة ولها تاريخ قديم في الحركة النضالية الكردية، نحن نتمنى أن يكونوا مشاركين معنا في أحزاب الوحدة الوطنية. إن أرادوا انضموا إلى المجلس، أعتقد أن المجلس أبدى رغبته في انضمام تقدمي إلى المجلس الوطني الكردي باعتقادي، ربما تكون معلوماتي خاطئة لا أدري. أما الوحدة فهو جزء مكانه الطبيعي ضمن أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، كونه مشارك معنا في الإدارة وفي المجلس التشريعي وكل شيء. أما إن حصل بعض التطورات في اللقاء مع السيد مظلوم عبده، حقيقة ليس لدي معلومات، أما الذي أفهمه أنهم يريدون يكونوا طرف ثالث، طرف أول أحزاب الوحدة الوطنية، وطرف مجلس، وطرف ثالث الوحدة. لو اتفقنا على هذه النقطة سيفتح علينا أبواب لن تغلق مرة أخرى، سوف يكون طرف رابع وطرف خامس وطرف سادس، ونحن بغنى عن هذه لا إمكانية لمشاركتهم كطرف. أما مشاركتهم في أطراف موجودة في الحوار فهو مرحب به، أما كطرف ثالث فغير مرحب به. هناك أيضا طرف آخر يسمى بالمنصة الكردية المنصة الجماهيرية لوحدة الصف الكردي. هل هذه المنصة لها دور في الحوار الكردي أم هي تقوم بدور الضغط للوصول إلى حل بين أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي؟ هكذا منصات أنا باعتقادي هي منصة تابعة لأحد الأحزاب ضمننا أحزاب الوحدة الوطنية. هذه المنصات لها تأثير إيجابي، كالمنصات الشعبية، اتحادات الموجودة، اتحاد المثقفين، اتحاد الكتاب، كلهم يحاولون إقناع وصول فكرة متفائلة للشعب بأن هذا الحوار يجري على طريق الصحيح، وفي حال توقف هذه الحوارات يمكن لهذه الأطراف أن تتدخل، سواء عن طريق الشعب الشارع الكردي، أنه استمرار هذه الحوارات هي هدف تكمن فيه قوتنا، فلا نريد لهذه الحوارات أن تفشل وتنتهي المطاف دون الوصول إلى أي نتيجة. نعم. سيد عبد الغني، قبل فترة قصيرة زار وفد من جبهة الحرية والسلام التي يمثل المجلس الوطني الكردي جزءا أساسيا من هذه الجبهة، قام بزيارة تركيا وكوفد، وأيضا قاموا بإجراء لقاءات مع بعض المسؤولين الأتراك هناك في ظل توارد الأنباء عن استئناف الحوار الكردي. هذه الزيارة في هذا الوقت بالذات من قبل طرف أساسي في الحوار الكردي كيف يؤثر على الحوار؟ حقيقة نحن اتفقنا على الرؤية السياسية، نحن لا نمانع أي طرف من إجراء حوارات وتشكيل جبهات مع أي طرف آخر، بشرط أن لا يكون معاديا لأهدافنا والقضايا القومية الكردية بالدرجة الأولى. هذا شيء طبيعي طبعا. نعم. جبهة السلام والحرية التي أنشئت منذ عدة أشهر في قامشلو باعتقادي يضم أيضا المنظمة الآثورية
تيار الغد ومجلس المجلس الأعيان العربية في الجزيرة والفرات. هذه الجبهة أصلا تشكلت ليكون مقابلة لمجلس سوريا الديمقراطي في الاستحقاقات الانتخابية. نعم، هناك مشاركات من قبل تيار الغد وأيضا حزب الديمقراطي الآثوري وأيضا المجلس الوطني الكردي وعشائر العربية في الجزيرة والفرات. هناك تشابه بين مجلس سوريا الديمقراطية وهذه الجبهة من حيث التركيبة. ليست هذا التناقض كبير بالمجلس الوطني الكردي لنناقش هذا الأمر للسادة المشاهدين؟ المجلس الوطني الكردي خلال السنوات الماضية كانوا يعايرون بأننا نلتجئ إلى مكونات أخرى، وهذه المكونات لن تكون سندا لنا ولن تكون ظهرا لنا. هل كان بإمكاننا أن نبني الإدارة لوحدنا، إدارة كردية قومية مطلقة؟ كان من الصعب جدا. عندما التجأنا إلى المكونات الأخرى، جميع المكونات في المنطقة على أساس تشاركية وعلى أساس حق المواطنة يعني التساوي بين جميع المكونات، كان المجلس الوطني يعايرنا. حتى في موضوع داعش، أنا سمعت تصريح على التلفزيون من أحد قيادي المجلس عايرنا قتال ضد داعش. قال حرفيا طلبنا من وحدات الحماية أن لا تخوضوا معارك وقتال ضد داعش، فداعش لم يأتي أصلا لمهاجمة الكرد، وكأن كوباني مدينة يمنية وشنغال مدينة أزرية، وكلنا نعلم أن داعش وصلت إلى مخمور واستنفار والهلع والخوف الذي أصاب هولير. عايرونا بكل هذه الانسجام بين مكونات المنطقة. وعندما أصبحوا لاعبين في الحوار الكردي جاءوا هم أيضا نسقوا مع جميع الأطراف وحاولوا إيجاد أطراف أخرى، ولكن لم يكن غير هؤلاء. يعني أساسا هؤلاء جميعا ممثلين في الائتلاف. هذه الجبهة التي تشكلت، نحن ليس لدينا أي مشكلة معها حقيقة عندما تكون غير معادية أو يعني لا تقف سدا أمام تطلعاتنا. هي تمارس عملها في قامشلو وتمارس عملها في ديريك بشكل طبيعي. أما زيارتها لتركيا، نحن كنا سنشكر المجلس الوطني لو مرة واحدة في زيارتها لتركيا قالت إننا جئنا لأجل حل القضية الكردية أو عدالة القضية الكردية. دائما يذهبون لتركيا يعني هناك تصريحات إعلامية لا نستطيع أن نعتمد عليها حقيقة. أما زيارتهم إلى تركيا تأتي في يعني كما قالوا هم بالتعريف بالجبهة وأهداف الجبهة، وكان الارتياح التركي لهذه الجبهة. هذه الجبهة بحاجة إلى تعريف من قبل تركيا؟ أنا أستطيع القول أن الناس لا تقدم نفسها على طبق من أي شيء لجهة أخرى. تركيا، نحن نقول تركيا دولة جارة. نحن تركيا محتلة لأرض سوريا حقيقة. الائتلاف والمجلس جزء من الائتلاف. عندما يرون يعني يطالبون بخروج القوات الإيرانية من سوريا ويباركون للقوات التركية باحتلال سوريا، فأعتقد هذا ليس من الوطنية وليس يعني أخلاقيا غير مقبولة. تركيا دولة محتلة تمارس أبشع الجرائم في مناطقنا. عندما تكون تركيا يعني نحن ملتزمين بالقوانين الدولية وبالحدود وبالأمان وبكل شيء وتحت يعني أنظار العالم. هناك عشرات الدوريات الروسية والأمريكية يوميا يخرجون على من كوباني وحتى ديريك. كل هذه الدوريات العسكرية لمنع وجود أي مشاكل على الحدود. باعتقادي أن تعامل المجلس الوطني الكردي مع تركيا فيها نقاط نحن لا نستطيع التعويل عليها بشكل إيجابي ولا يمكن تسميتها بشكل سلبي لحين. أما ما صدر عن مولود جاويش أوغلو أثناء الحوار الكردي أننا لن نسمح للمجلس الوطني الكردي كان إشارة سلبية حقيقة. وزيارة المجلس الوطني الكردي ضمن الجبهة أو يعني بشكل مستقل إلى تركيا، نحن يعني ليس لدينا مشكلة في زيارتهم عندما تكون هذه الزيارات تخص أهدافنا وقضايانا وحل قضايانا نعم بشكل إيجابي. يعني سيد عبد الغني، في ظل هذه التطورات وهذه النقاشات والحوارات التي تحدث في المنطقة في شمال شرق سوريا وأيضا في روجافا والتفاوض بين الأطراف والزيارات وكل هذه الأمور، كيف ترى مستقبل الحوار الكردي؟
مستقبل الحوار الكردي نحن استنادا إلى رغبتنا الجادة في أن تصل هذه المفاوضات أو هذا الحوار إلى نتيجة، النتيجة التي نطمح بها بأن نكون قوة على الأرض وتوحيد مواقفنا استنادا إلى رغبتنا الجادة، نحن متفائلين فيها. أما إن تركنا يعني ابتعدنا عن العواطف والتمنيات والرغبات، بالعموم باعتقادي هناك عدة سيناريوهات لهذه لهذه المفاوضات. السيناريو الأول هو نجاح هذه المفاوضات، والنجاح هذه المفاوضات نعول فيها على الأطراف الوسيطة، كما أشرت الجهود المباركة للسيد جنرال مظلوم عبده في التوسط بين الطرفين وإيجاد دائما الحل الأمثل بالاتفاق بصفتي قائد قوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية اكتسبت المزيد من الصيت العالمي والدولي، ومظلوم عبده يعني يتمتع بشخصية كاريزمية وهادئة ورغبة في إيجاد حل سياسي. التعويل الثاني على الرغبة الأمريكية في نجاح هذه المفاوضات، يعني أمريكا جادة في إيجاد حل الأزمة السورية تنطلق من شمال شرق سوريا. الحل يعني إيجاد معارضة أخرى، معارضة جديدة يكون مركزها شمال شرق سوريا. الحوار الكردي يكون أساسا ونقطة بداية لمزيد من الاستقرار وبقاء القوات الأمريكية، يعني بقاء القوات الأمريكية لفترة أطول لوقف المد الإيراني والمشاركة بشكل أقرب، يعني بشكل جدي في الحل السوري. هنا أعول على الدور الأمريكي ودور القائد مظلوم عبده في النجاح المفاوضات. السيناريو الثاني أعتقد نجاح المفاوضات ولكن عدم تطبيقها على الأرض بشكل جدي. باعتقادي أن هذه المفاوضات ستنجح في السيناريو الثاني يعني، ولكن لن تكون للمرجعية الأثر الكبير على الشارع الكردي أو على الشارع. ربما تكون هناك بعض الرؤية المشتركة في نقاط معينة لسببين. الطرفين الوسيطين في المفاوضات سيكون تأثيرهما في الشارع يعني في التطبيق أقل مما هو في طاولة المفاوضات. والسيناريو الثالث بطبيعة الحال هو الفشل وإنهاء هذه المفاوضات وفشلها، إعلان فشلها، ويبقى كل من طرف يمارس عمله كما كان المعتاد حاليا. نعم. سيد عبد الغني، كلمتك الأخيرة في هذه الحلقة. كلمتي الأخيرة، أنا أدعو جميع القياديين في الطرفين، أحزاب الوحدة الوطنية ومجلس الوطني، إلى عدم يعني انجرار الشعب وراء عواطفهم ومشاعرهم وإدلاء بتصريحات تخيف الشعب. نحن نعرف أن الشعب كما أشرت في مقدمة البرنامج نحن بأمس الحاجة إلى وقت أسرع، كون يعني نحن بحاجة إليها، كون الشعب يعني ينظر وأمله هو هذه الوحدة. فباعتقادي هكذا التصريحات تضر بالقضية وتضر بالحوار، ويبقى هدفي وأملي أن يكون للكرد أكثر سياسة في المنطقة وفي سوريا، وأنا على قناعة تامة بأننا سنكون كذلك. وشكرا لك. سيد عبد الغني عمر، مسؤول العلاقات الدبلوماسية لحركة التجديد الكردستاني، نشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم ولكل المشاهدين. والشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم في حلقات لاحقة. إلى اللقاء.